سلام تقطعت نايس channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وترو تميتنايو لومون كم وترو أقدس زيناتاتنا عالم حزنا لكم قريبنا لنا أقسام مودة تامسانا تنهو لعلا قداس النزلو بوليتيكا وحشوية إنا خنري لومي اسكا مجمريا. If I can just say, like, what the hell is going on with European League? Keir Starmer saying we're going to send British troops. Their entire military is smaller than the U.S. Marine Corps. The country is dying economically. All those countries are dying economically. Like, what are they thinking? What is that? Is that a... إذا تاكا كارلسون يمتاي زبل زلو زم يوروبيان ما راح تنتاي وريدوهم زلو. يا good point. أبز channel ونكتس على قوم مزبرك يعني انتاي وريدوهم زلو زم راح تناي أوروبا. نا يوكيسي سراويك سدد يعني يوكريني اللي فكرة ليلو. حانتي ملوء سراويت ناتو ما كنت حدا مارين كور حدا كفلا سراويت دي ولا تاكن بلون غلايلون مارين كور تم تفلتو وتدراوي كافرتو زلكم نقرنا كنت حدا كفلا سراويت دي ولا قالنا امريكا يكون زغلتي تقلال سراويت زلو سلازي وي اذن بلد حن بحفشا سراويت زبالي بلون بقطبا دما زموتا زلو هاغراتنا نزارب زلنا انتاي تسقمهم دل عقمهم كمطاطرو زفتنو زلو good question بتعم سمو حتى انا كتصال مسحاتتك انتاي وريدوهم زلو يس بلانو أنا ترى إجنا يكون كم زبريهم. Everybody is asking this question. تايت أجمع مزمي أوروبا. هجراتهم يموت هالله. بقول أبا حما قالوا. political رقاتي باللومن. حزبهم يوم كل هالله. كل نجار حما قالوا. But أوروبا سلام كي كركبا يدلين يوم زلوا. نكوينات عمنا كده فنري مالنا. أنت هاي تسأجمعهم. أنت هاي تتعقم. سكان اسمع يوم دحين تاي رومابزي. Posture, is it a pose? Well, I think it's a combination of a posture and a pose and a combination of also being simplistic. I think there's this, this sort of notion of we've all got to be like Winston Churchill. Yeah. The Russians are going to march across Europe. I think that's preposterous, by the way. We have something called NATO that we did not have in World War II. Do you think the Russians want to march across Europe? 100% not. I think right. I feel like, why would they want that? I wouldn't want those countries. Like, why would they? First of all, why would they want to absorb Ukraine? For what purpose? Exactly. They don't need to absorb Ukraine. That would be like occupying Gaza. Why do the Israelis really? بحفشة أنت إذا بتزلوا زي ستيف فيتكوف تي فلوي نيغوشيتر ويون فلوي نتقدينا يوكرين نيغوشيت كجبرنا براشا قيد زنبرة فلوي لو قربنا دونالد تراميو زارب زلو عينت حبريتا زهجي أب نورمال زينا يوتسوني أب نورمال فوكس نيوز ديو ولا فيس نيشن ديو ولا سي بي اس ديو I don't know CNN ديو كم زي عينت قلت زخون حبريتا نخزار باي حتى ومني سلمتاي كل زي قرار كانت أجندة ناتهم استقم تراهم كحتى زغلن بر exactly انتاي سمعهم تم راح تاي حتونيهم that's why دما is a podcast is بحال زلا على viewers زلو سبت زيادة podcast كسم زلنا تناي CNN أي BBC بزوج سمع زي ده اللي مهنياتو قرار يصوم أجندهم زي سالة تراي سلدهم صوم أجندة يزمن زلوا بزسمعوا مجمريا تم أوروبا سلم تايم للعامم زبطة ترزلونا بنت بريطانيا روسيا انتاي تقوم زبلهم وقت تاريخ قدم أبتكالي كينات علم كايت كلوتي وينستون تشرشل زبحال زنبرة زجبر استواتو ناتو موديل تقتيلهم لتكونات إنجليز عبت راس لتصوت تجون كم وكونيوم زفتني له جي إذا حلمي أبتكزيات بريتش إمباير عبينك سنة نيرو بريطانيا لما أبهاجري نيرو لومي حوت أزغون هاجري مسكالوت مزبع الرشا وتدراوية عامي فتسكم متاتن زغل عامي كونن زلو نشتي هاجري وكطبعا تصباي كونن وتدراونا عامنات دما كمل حسوم حليفهم كالك كبروز قول يلا اوكي زيت رياليتي بمقطع الكريو قالوا عسرت زين تايم زبلتهم عرب اوروبا حجنا من تزارب تسمع كم تحري اوكرين نبي اوروبا يقتل بوتين انت خبري بوتين سي نابزين بوتات هزيم كما تزغل كون زي كلي نيتو زبحال كلنا نيتو يفرسني له نيتو يوكرين قال نيتو كون دخل اوروبا قنا قال نيتو زلز كما يجروا من دراما سرح وزلو زي اللي كنتات يوم زقال نزلوا له حدا دما تقبلت غازيتنيا انت كقبرك خوزدني له نزن هاجرات اوروبا زينسي تنكالو اوروبا سي انا كمان بعلن احنا كمان يموسدنا ينقدف نسيل انت اخذ قبرن نزن اوروبا زين وسيت كايز بلو زل حكي امين زي اوروبا ندري زلنا ولا حنت ما حدا يبل ولا حنت يبل انت هاترو حزب خطور حزب غمير كا ما حدرو ديفتو حزبك حس كان ده قبر باري ياخذ قبره ولا انت ስለዚህ it's inconceivable ብሎ ንክ ተሐስበውን ከቢዲ የግዳቲ ኢሊት ናይ አውሮፓ ለዚህ ነገር እዚ በፍንጫነት ህዝብ ኣብ አውሮፓ ዘሎ ከኡምነ ይፍትናሉ ፑቲን ስድሕሪ ዩክሬን ኣባና ክመጽ ዝብል ዘረባ ማለት ክኸውን ዘይክእል እንዳ ኣገብር ይኽመጽ ናብ አውሮፓ ሽግር ደልዩ ስቃይ ደልዩ ቁጠባ ሕማቅ ዘሎ ከም ማሕደር ደልዩ ስለዚ ዩክሬን እታ ቦታ ንሱ ዘገድሶ
قدم قيح مسمر زغبرو تنيتو قيح مسمر كسمع سلازي قال تغبر كويناتيو بتكوننا دما ناب اوروبا يكون ناب قال زمصو يبلون unless وي نساتهم بعلم بروفوكيروم نكوينات دي عديومو ناباتهم ناب اوروبا غصو بوتين دمصلو زخون يكون ديزاير يبلون اب عدو زاكل صغاتاتلو اركتيك نلعل مع صغاتاتلو ناب اوروبا مصيخه تروبا نغير يبل كان ترفش غرني نراشا مالتي لذي again التنجر دراما ناس فرحوا زخود زلوا يكسبوز قبل. They want to occupy Gaza for the rest of their lives. They don't. They want stability there. They don't want to deal with that. But أبزاقن جيقالو أبزاس يحسي زلوا أكحش لك كم زي إسرائيلوية نقازة زي دلو no 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 كل زي تحاز my friend قازة نداد اللو إسرائيل دما نهز بإسرائيل نتمز بفلسطين قازة وحيفهم نتقازة خوزوهم زلزلوا that's different زي متعاز جيجاي إسرائيل زلو كم تقدم حجي بستفل عليه مخنياتنا قبرن فلسطينيين سوغيغون قتيلون مريتهم وسيدو جزاوتهم زميتاو زقما زلو تزبم جلمان غازا كتر نفاس لزلي زغبر زلو that's a completely different story زي اتحاسكا نا يوكرين كاليو راشا ازي عب هاجريو كل صقاتا زلو هاجري اسرائيل بنصار ولا حنت تاني كزي بلا عدي زي غبيتو تراي كنبر زخل there is no similarity here so كنت حازو سلز فتني كن حالفه يبلنا كم زي غيرهم يوم كشكو حازو فتنو نو كمز بالي the Russians also have what they want. They've reclaimed these 5 regions. They have Crimea, and they've gotten what they want. So why do they need more? He said, Putin's a very smart guy. You know, someone said to me that I was talking to someone in the administration, and they said, well, you got to watch it because he's an ex-KGB guy. So I said, okay, what's the inference? Well, he's an ex-KGB guy. He could be looking to manipulate you. Says the ex-CIA guy to you. Sorry. This was not an ex-CIA guy. Well, they all are. but effectively. And I said, look, here's how I see it. In the old days, the only people who went into the KGB were the smartest people in the nation. That's who went into the KGB. He's a super smart guy, okay? You don't want to give him the credit for it. That's okay. I give him the credit for it. They must hate you for saying. So كابتن رياض لنا هنا تايز بلو زلو ناب رشا خيط كله قريبهم تايلومني تتنقق زسبزي بتعمي متحلليو اكس كي جي بي سلازي نبري كي جي بي مالت سي اي ان اي رشا زنبري قدم ابتي بدي حبر السوفيت عبس اللي عمر بمناي رشا زنبري كي جي بي زبانيرو ابالنا تو زنبري سلازي كيت هلك قليل وسي حان تناي سي اي زنبري كومز بلن زولابتو وايت هاوس يلو أنا بناتي مرداتا بهمي كون كونسريلو أبتجزيو نبكي جب زعاتو زنبرو تبلح حسابات رايميلو سلازي بلح حساب مخانة ردين بالليلو هكذا ماسي ولاتي تاكا كارلسون ورخيب وصل زنبري بهمي زرارة بزلو سلازي again بوتين بزعبا بالعناية بوتين زربايلن لألو كل دما بوتين كزارب كله لوجيكالي كون النزل لو زرباي ريزنبليو ما نمسب سمعو قبلو زغل زرباي زرب كم زمنا معرباي عالم أب زيرو نب أب زي كونن هو تتازاتي كونن زخونن زي كونن ناي بوتين كونفرسيشن تسميكا مبزحت جزء مسيحة سامع مغنياتو ريزنبل كونن نتاوي زربا سل الزرب زي كون عنداري تبيتن قالن زي بلو أب كونن نستمر كسي زرباي الزرب سلازي that's why تزرباناتو نب معرباي عالم كمت زي دلي وسنسر قبروز دلي مغنياتو زرباناتو مبزحت جزء سبت سمعوه قبل سل الزغل كأمنو سل الزغل That's a big problem. تناتهم قد كون زي كل حسوس لزغوني كنديك زي دقاق موكسلت أي كاله. Stuff like that. But he is. I know. I mean, I'm very aware. So should we ignore it? I mean, and this is what I talk about with level setting the facts. لذي إذا حدايو نقتل أبتم بمجان ساتهم كسم وزدلي معربا على مسكن اسمه. And welcome back to Talking Europe. Just about everybody in the EU institutions and national capitals can agree that business as usual is no longer an option when it comes to security. With the US stepping back from Europe and NATO and Ukraine under great pressure, the EU is mulling what looks like an ambitious plan to overhaul its defence policy. In theory, ReArm EU will raise 800 billion euros for this effort, but it's not clear exactly how all that money is going to be made available, nor how fast the effects of this are actually going to be felt. We're going to unpack the EU's هجين تايلاند سمع زلنا بزي أوروبا حد بليونات جنزب كم حلال فوق حتيبهم كم زلوا تي ري أرمي يوروب بزبل حساب مالتيو وتهدروا عامنا أوروبا أنا محيال بزح جنزب كم باجت أم حلال في كم زلون تحطوا
مستقحمت أنان زحتال النايتي ودب إذا جنزب زي كسع كندي وتسيت كم تسيخ الدماء كله حتى جنزب باجت كتسل عنقلن كلي حدا نجاريو باجت كعب جبرنا خطوعل دلك سيستمس قرط والنت كمون فتنة كنا منتهي قوون زبلجن كبد حتى كوت ودي ما يوت وان كمان أدونه معناته كندي جنزب كنت محجونكم بحسابات أبزي وتسيت أو نجار سلة باخن. EU plan and this defence white paper. Is it really the big leap that the European Commission seems to be selling it as? It can be the big leap if member states fall in line. So it's kind of, they put everything together that the European Union can offer to member states to make their security and defence work better. Everything that can be done, most of it can be done also with the qualified majority. So all the financial ideas that we have in the rearm proposal. But now we need all the 27 to come together and say, okay, we have a deal, that's the plan, we walk along. Yeah. زي وايت بيبرز بحال نتي حسيبهم مازالو حسب بخمي كتكبروا مخانو حدا بيبر وزيو تبقى بريزنت كوينو زعبو يزرب زلو كسع كندي وصيتاونت كمتصيخل زي غداي زي تبعيل زلو تبل بنات كي الرايا يبلالو انت تبلالا انت لسمامع اي مخفن اسران شو عتن هاجرات ابالات هاجرات كسمامعك خلالون مهنياتو نفس وقف هاجرون تطو كبلون كزحتلون سلازغلنا تكونتات كلنا كرر لنا نابتو تبقسوخن كيدا لنا باي ذا واي ده حساب زي بفتنه تستقبريو دارجا بتبتب زكبر زلي بتبتب تجبر نجار ده ما هو لجزء زقول له نجارات كله خمس غل فلوت يجن أوروبا كم زي حوسي كوينا كم زي هند بدأت وكوراي كم يوم زقاي زلون كوينات زجرمي أم تايم زنا برنيرم أبز عالم زي نبرو بزقربا زتولدنا بزقربا تكون الناس حج قربا استرعى يوم عندما سلزنا نوي عمت هزنا بريجن أجاي مرحنات أرهيق زي تمتقينو إذا الجنرية زلنا في أوروبا يخاطرك زي بحكي بقع مرحنات كم زي بالأوروبا تريخا. You called for more decisions in defence in general to be pooled, to have more European decision making rather than national. You don't see a major change on that in the current proposals? No, indeed there isn't. So the proposal is quite clear, saying all the things that would be much better to do them together to close the capability gaps that we have, especially with the US kind of tracking back when it comes to cyber, military mobility, air defence, but also how much money we could save if we would procure together rather than being in competition with each other on the market. But at the same time, the proposal says, well, all of that doesn't interfere with national prerogative to do whatnot on security and defence, and that's kind of where we are stuck, where we have been stuck for the last 10 years. Just on that point, Uriel Teras. الجنتايم تبلو زلو بحفشة تي أطوار كاب نيرو كاديو اللوم تي إندسترياتنا عشنا شالو سلزن عوكا ميجركا كوردينيتد بزخنا من قدي كتعبية خل أبتات كسرح خلاله ولاون تنجزن تخين ناون أكن بب بحبب بيننا عسران شو عتن هجرات كيدنا أبن حت عدنا تواد عديرنا جزينا باخنن بجملة خنجز زين غلن أحد خوين كوردينيتد بزخنا أنت زغاون نيرو ديسكاونت تركب تغل بارجينينج باور كله كايغل واقعن هو قال الكاون كساطات جبر تغل أبو تاجي تي ديمر دا أمين اليوم هجرات جاتهم نوي عمتاتهم بحد نيرو تمسرت هون أجرك ساب جاي تسمع معنا له أبتي مسرت هون تي ربنا قدميت كوزا صغير أي تسمع معنا له نبنت فاينانشال ماركتس هارمونايز دا يكون نزلوا معات فح زبالة financial markets يزلهم that's why دم أمريكا كوادرو زي كلهم سيانا كوادرو زي كلهم حدو تمر زبالة بلوك كوينو سرحوك سرح زغل كم بلوك ويد ما فحيلو حدك هجرب بيشتعروا زغيت تزغون كأي مخفنير منقو سلة الترفيه عبدك عندها قد السنة بتاعت تزدل سلطان يبلون تيرو بايبرت سلطان كي هلود ما حجين خي قبروا لد ما تساقم تاكوين له نتو كوميشن امنتنا قبل نتو كوميشن قوليلو زت أمام كوميشن هيكونن يمزلو نهزبك كجلجل زغلة تنهجراد ما ملو كجلجلنا يخلي زي كوميشن أبراس الزلو زبل أمنات يبلون بيروقراسي زبزحو زي كرتوا كايدا زلو ربحنا هيزب ما كقدم زي كل بسبيشال انترستس تبعت بوتاس لزخونة تنهجراد سلت أنا كبؤ دليت يبلن سلطان كمال ساد أمبر توسخ سلطان كبوانة كوميشن دليت يبلون. What about this national security prerogative? Does that need to be reformed? Well, I don't think we need to change the system in the times of war. We need to use the system we have and make it work better. And from my appetite, all these discussions are very nice, but they are not concrete enough. White paper is very general. The Rearm Europe talks about the possibilities, but not commitments. From my taste, it should have been, the white paper should have been having a clear
threshold for the countries for the defense spending which can be enforced? Would it be 2%, 3%, whatever? It is not in there. So what makes the countries invest in the defense? Because that is what is needed. It's not about what we can do together first. It's about how every country can prepare itself for defending Europe. Again, تزربا من تايز ودق زلو أب زربان نا بلا بلانز بس حدا أمبر concrete action نخنوسد نزربا لك زي كنا زلنا تكونتات ناي مزراب وانو حليفي يجي سكون تتوصل لواني يقول اتوايت بيبر تحفظ لو ان تقوني اب تخلوتات دامبر اب مبصعتاتن اب تبغسون اتريرو تزارب ايكونن سلازي ناي ستوك كنزاربن قلملن عملنا عمتات يوم تزاريبهم تزارباي ودان سلازغوني سكون تام موساد جن اوروبا مره يصقم زلو زغاتي بزحنا يتن هاجرات كلن هاجرات دما حد عين تربح لون مالت يكون عملت كويناتنا يوكرين راشيا كبهال كله تم بالتيك ستيتس بهالو كمون زم نورديكس بهالو بقى راشيا تحط انا تخلي نقد نقل هنقبر لنا قبل كله تم دلو سبين بورتغال طليان غريك كلا كلهم قد كلا صويكم دو برنبت عايت بلو راشيا كتورا يتدلي ولا قال يتدلي بعلهم تفطروا زلهم دراما يو سلازي اي تربشونا بسلام كم عمل قدفنا نبعلكم معباله سلا تودعكم كتعملوا سلا زي تقولوا نتوم نكن معبل نفتن زلنا اي تربشونا خايب له تم دبب زلو مهنياتو مسراشا بس ما عملنا نبر نبرنا يرنا نعجون كنا نبر نغلينا ابزي تدلينا وق دراما عيتو ناس بالحساب قالوا بدبو سلازي انتي تسقم تي اوروبا حد عينت اجندا يكونن زلو حد عينت ربح يكونن زلو تي نتكوينات كدفو ابتنا كوينات منفس رايز نبر زلو بدبو دما تناي كوينات منفس اياتو منالو ترغاغو بجاهم زي كون اغرغر غيركم ابكالاي تتونا بزي نسوق طباتاتنا ابسون كفي زلو زبلو خالو سو امونغو زيوم استفلاليو حيلتات كمي غيركا كتكي تخلي تحطو جن ازخ ازفرهم نطبخالو بسمعج Europe responding to this ceasefire, they interpret first, at least in the media, as take it or leave it deal to the Russians. So there was a great deal of excitement because the assumption was the Russians can't accept this, and once they don't accept it, the US should go after Russia in a big way. So in other words, the US should return and come back to our side of pursuing a long war instead. And then you had Starmer, he built this into the narrative that, well, Zelensky showed he wants peace, but now Putin does not. So exactly. كم تري وزلهم بروفيسور جيفري ساكس كم ما بروفيسور جلن ديسن يوم زيوم في لاي بروفيسور جلن ديسن أبي أوروبا خوينو نزوك نتاز بسافي حوز تقاميو بزح شجراتون زقات مزنبريو حجكن زبنا دونالد ترامب كم دليت كاسلو زخنا كله تبقى كوين تفتح مالتيو انتهيز بلزلو ما راحتنا أوروبا نتاع دونالد ترامب مس ناي دونالد ترامب لوغ مس زلنسكي مس سمامعي حجي تاقعسو اب ميداناي راشيا بوتين يقبلو ينصقون زبل زربا امنا شنكولا لي بلوانيرم سلمتاي بوتين حرايك ولا يكونن شعو دونالد ترامب كصلؤيو اب غوننا خوين نتكوينات كحجزيو زبل كالكوليشن غيرم كل غزي تامنغو دونالد ترامب بوتين زغبر زلو ركب كفرس ترايم زصليو زلو نصرحو زلو ميديا دما نعوت رايو كستاناغد كأنجد زل زلوا بأسناتهم تراك أنجد زل زلوا ركبناتهم زربناتهم مردعناتهم على رجك يقين وزلوا جي أقعد أمجن ولا ونت بوتين زبلوا حتى راشد أمريكا تقبلات دونالد ترامب تقبلوا معناته تون كومن سنة زغطل سلزخانة. It has been used for everything it's worth, but of course, coming from Trump, something else is being said. He said, he's optimistic. Putin respects America, and Ukraine shouldn't have picked the fight in his words with a much more powerful adversary. But where is the scope for compromise here? I'm curious because neutrality, it encompasses a lot. It's security guarantees. It's any peacekeepers on the ground. All of these are issues related to neutrality. Of course, with the territorial disputes, there seems to be some more leeway, or at least there could be some in terms of where the administrative borders are pulled, because Trump said that we'll be talking about. بحبشة تتسقم سفح زخوني حتى تاتزل ويو نيك تفتحوا ويونا أولا نقطب صوب بز حتى تاتعلق من لسلو بكراس خصت راي ناخد قبرت راي كونكاس نحوار وناخد كتسلون بز حنا تاتعلونا من حتونا عقب سلام بوجن راشا تقلال تقبلنا يبلونا أوروبا سراوي كأتو قبل قالوا أوروبا عندما يوكرين ناس حجري ندرس عقب سلام يدلي ندحيلهم تيخلي زبل زربالو لازم بزعبات مريت وسيدو زلو بزعبا سمايات انرجي كلمه كل التناقرات ما عاد حتى تصلوا زلو زي بخميك كبرخل
تتوسيد زل مريت كعم negotiation كأتديو بزحته تاتي زلعل. Land, and we'll be talking about power plants. I'm assuming this is the Zaporozhye nuclear power plant, which is under Russian control, and it's on its side of the Dnieper, a bit too uncomfortably close to Crimea. So where do you think is a possibility to meet halfway? Would it be on the security architecture, or how do you view, well, how much room is there for actual maneuver for both sides? First, let me say what Starmer and Macron say makes absolutely no sense to me at all. The British almost never make any sense to me anyway, I have to say, in everything that they say, because the bellicosity, the Russophobia, the lack of any sense of diplomacy, it has 200 years of history, and it's very sad and unrealistic. But in terms እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ድማ መጀመርያ በቲ ትብሎ ዘለካ በቶም ብሪጣንያውያን ክጅምርቱ ኮይነ ንሶም ዝገብርዎን ዝብልዎን ኣይርዳእንን እዩ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዝህብ እውን ኣይኮነን ትርጉም ክትረክበሉ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ካብ ፅልኢ ናይ ራሽያውያን ዝተበገሰ ተዘይኮይኑ ካልእ ፍሉይ ትርጉም ክትበሉ ትኽእል ኣይኮንካን እንታይ እዩ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ ናይ ብሪጣንያውያን ንማንም ሰብ ዝገርሞ ዘሎ ምስ ራሽያ ዘራኽብ የብልካ ክሳዕ ክንድዚ ዝህውፆም ዘሎ ሓይሊ እንታይ እዩ ካልእ መንገዲ ከናድዩ ዘይክእሉ ንኻልኦ ዘይገድፍሎም ንስኻ ጉዳይካ ዘይትገብር እንታይ እዩ ነቲ ኩነታት ንምርሳን ላዕልን ታሕትን እቲ ፕራይም ሚኒስተር ካልእ ኣጀንዳ ከም ዘይብሉ ኣብዚ ኩናት ዝጥራይ ዝፃፋእ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ an expression of what's actually happening, it's delusional. The idea that Trump made a take it or leave it offer and that the U.S. was going to, quote, rejoin the war is completely delusional. Trump and the United States are not going to rejoin the war with new packages of military aid and an extended war in Ukraine. The United States, in its current political, fiscal, military, geopolitical conditions, is not going to do that. Why the Europeans believe that, I don't know if they believe that. Why they express that in public is beyond me. Because being wrong all the time, as the British and the French are, does not seem to me to be clever bargaining. ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኤሮፓ ዝበሃል በቃ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከኣተሎ ዘሎ ፅላለናቶም ይረኣዩ እዩ ስለምንታይ ነቶም መራሕቲ ናይ ኤሮፓ ክረኣዮም ኣይከኣለን ወይ እውን ደይመደይሎም ከም ይመርፁ ኣለዉ ካልእ ኣርስቲ እዩ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና እንድሕሪ ምቁራፅ ናይ ተኩሲ ሓሳብ ወይ እውን ሓደ ፕላን ኣውፂኻ ንራሽያ ውሰዶ እንድሕር ዘይተቐበለ ኮይንካ ድማ ኣሜሪካ ናብቲ ኩናት ክትሳተፍ እያ ዝብል ማሰጦ ምስ በለት እያ ክትሳተፍ ተሳቲፋ እንታይ ለውጢ ኢኻ ተምፅእ 3 ዓመት እኮ ከም ሕሱም ተሳቲፋ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ናይ ኣሜሪካን ስትራቴጂካዊ ፎከስ ኣበይ ከም ዘሎ እናፈለጡ ከለዉ ከምዚ ይፅበዩ ምህላዎም ከምዚ ይዛረቡ ምህላዎም ዘሕዝኑካ እዮም ኢሉ ክትርድኦም ካይትኽእልኒ ኢኻ ማለት ማንም ሰብ ክርድኦም ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ እቲ ናይ ኤሮፓ ኤሊት ናይ ዩኬ ኤሊት ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ናብ ጥፍኣት ምንውጥቀቶም ተደይኮይኑ ዝኾነ ይኹን ኣስተዋፅኦን ውፅኢትን ከምፅእ ዘይክእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣገይን ብተደጋጋሚ ካብ ዝተፈላለየ ወገናት ንሰምዖ ነገር ዘሎ ሓደ ዓይነት ዘረባ እዩ እቲ ዕብዳን ናይ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ናይ ኤሮፓ መራሕቲ ኤሮፓ ዶብ ሰገረ ምዃኑ ንቐጥል ካልእ እውን ከስማዓኩም እቲ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ እቶም ነቲ ኩናት ዝደልይዎ ካብ ዝስምዑ Everyone, I'm Tom Nagorski. Welcome to the Cypher Brief studio for another one of our conversations about the transatlantic alliance. Or what's left of it. I don't mean to be flip, but the big question at the moment that we're taking up is when it comes to defense, will Europe have to go it alone at some point? And if so, can Europe go it alone? We're joined today by Lieutenant General Ben. حتى زلو حجي تي نيتو تدقاقامي زلعال زلو إيروباسي أمريكا نتو نيتو تقديفاتو إيروباس بينهم كخدو خلودو نتي كعزو يخلو ودو نتو زبال كم بلوكو سيدم by the way نيتو مبال إيروبا نقديفو مالوج rearm Europe بزعبا أوروبا أمبر بزعبا نيتو زربا درجة نقول لي خير على الكوميشن درجة. Hodges, former commander of U.S. Army forces in Europe, a member of our Cypher Brief network, lives in Europe, and as always, General Hodges, it's great to have you with us. Before we get to that giant Europe-wide question, I wonder if we could start with an assessment on the news from this week. It's open when we're dealing with the Russians. They will not honor any really wanted a particular ceasefire agreement. Okay, and just before we leave this, do you have any hope, given the Trump administration's, they're clearly, this is a high priority anyhow, in terms of this current process, either for a broadening of this agreement or a longer-term peace?
بحفشة تزربا زحلفكو تتمسس زربا سلوز دوغمو كلهم راشا يتمنيا بوتين يمنيو دونالد ترامب مال حنت خمس ايكونن بلا بلا بمباليهم تسيم زربا سلوز غونه اسكي بزعبا قصال نو تكزارب كل سمعوه I have to say I'm not very optimistic about this. The administration acts as if they think the Russians are serious about really trying to get to a peaceful solution that's acceptable to everybody. And I think for the Russians, these talks, the discussions about all of this, that is a vehicle for them to stretch things out, to create situations. ስለዚህ እቲ ኢሊት ናይ ኤውሮፓ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ፔሲሚስቲክ ቪው ወይ ከዓ ኣሉታዊ ስምዒትን ኣሉታዊ ኣተሓሳስባን ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ምስ ራሻ እዩ ራሻ ከተተግብሮ ኣይኮነትን ክትሰምዕ ኣይደልን እያ ከደገለ እናበሉ በቃ ጠቕላላ ኣሉታዊ ስእሊ እዮም ወሲዶም ዘለዉ እቲ ኩሉ ኩናት ክካየድ ከሎ ንሰላም ዝፅውዕ ዝነበረ ድማ ራሻ እዩ ናይ ኣፍሪቃ ልኡኻት ክመፁ ከለዉ እያ ዲስከስ ክንገብር ንኽእል ኢና ብዲስካሽን ክፍታሕ ዝኽእል ነገራት ኣለዎ ካልኦት ሓለፍቲ ክመፁ ከለዉ የስ ዊ ኣር ሬዲ ፎር ዲስካሽን ዝብሉ ዝነበረ ዩክሬን እዩ ዘተ ሰላም ዝበሃል ኣይደልን እየ ዝብል ዝነበረ ስለዚ ገይን ዘረባ ትሪእዎሎም ኩሉ ግዜ ነቲ ንሰላም ዝደሊ ሰላም ዘይደሊ ገይሮም ነቲ ንሰላም ኣይደልን እየ ምስ ራሻ ብፍፁም ክዛረብ ኣይደልን እየ ብዛዕባ ዝዛረበኒ ሰብ እውን ክቕበሎ ኣይደልን እየ ዝብል ዝነበረ ዘለንስኪ ግን ከም ሓደ ናይ ሰላም ልኡኽ መልኣኽ ገይሮም እዮም ኣብቲ ሚድያ ዘቕርብዎ ስለዚ ካብዚ ዝዓቢ ዓብ ትምህርቲ ክህሉ ይክእልኒ እዩ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ኩንነት ኣብ ምግምጣል ሓይሊ ከም ዘለዎም ኣብ ሚድያ ስኽፍ ከይበለካ ድማ ከምኡ ትብል እዚ ሓደ ካብቲ ልሙድ ትርእዮ እዩ From the Research Center Transformations of Political Violence is an international relations expert with a focus on Russia and transatlantic security and defense policy. Welcome to DW. So we appear to have both sides agreeing separately to a ceasefire in the Black Sea, with Ukraine now calling for more talks to settle what it says are details of these separate agreements. Are you clear what has been agreed? No, I'm not. And that is in part because we have already seen that in the preceding phone calls where supposedly a deal was struck to deny attacks on energy infrastructure, that wasn't heeded, apparently by both parties. So I would be hesitant to say that this is a major breakthrough, but it certainly signifies that Russia on the one hand and the United States on the other are interested in these talks and that there is some progress being. Generally, እንታይ ዝበሃል ዘሎ ካብቲ ቀዲምና ክንፅኦ መፀናህና ብኩሉ መንገዲ በቲ ናይ ኤውሮጳ ሚድያ ክንሪኦ ስለ ዘለኹ ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ መዕለቢ ከም ዘይተረኽበሉ እቲ ኩናት ወላ እኳ ብዙሕ ዝርርብ ይግበር ብዙሕ ፈተነታት ይግበር እንተሎ ሓደ ዝጭበጥ ነጥቢ ከም ዘይተበፅሐ ምክንያቱ ሓበራዊ መግለፂ ዝተገይሮም ወይ ከዓ ሪድ ኣውት ዝተዘይገይሮም ትክክለኛ ውፅኢት ናይቲ ስምምዕ እንታይ ነይሩ ክትብል እውን ኣይከኣልን If we presume that there is consensus on a ceasefire in the Black Sea at least, what does each side get out of such a ceasefire? Well, the Trump administration has made it quite clear that they want to cash in on one of their electoral promises, which is to make steps towards a ceasefire. And of course, part of the function of what we are seeing right now is to give the visualization of that. On the Russian side, of course, there's a perceived window of opportunity that if you can strike a deal with the Americans, that you can realize goals, interests towards Ukraine and the European Union. That's also how I understand the Russian rhetoric on the other side, that they are glad that the US is making Ukraine. بحفشة انتينا نريد لنا تي راشا حد عبنت بي كم عبنت بجيرم وسيدو مزلو اتزرب مس امريكا ترى يكبر مهلاو تزبلت جيرم وسيدو مزلو سلمتاي اتحطو مس امريكا كردادو انتقيلهم مس امريكا مردا انت تفتيرو يوكرين انتايبل امريكا اوروبا انتايبل اقداس يكون نبزولنا دم تاي بس حمزلو سلمتاي اتي اوروبا زبال جفع زخونه ناي بوزيشن ناي ايديولوجي وي ناي مرقص فللي سلو زلو كابتي زلو كونتات نيروبا مسو ديسكاس مقبار مالت حمام رؤسي اوريدي بس امريكا كن تسفى ناي مردا كله سلو زغل من البات ابزو حجي تري لهم هلو كلهم زغزيه كن كال كونسيشنز وي كا حدقتات غيروم كراديو كله خوني كال امريكا بزو سلطان سلو زلو انتي زلو كال اصواتات نخد كفت سقمتن وسادون موتيفيشن وين سلو زلو مس زلو كاب غداينا يوكرين تالي اب كالت كيس لا تدل زلا شبت بدون سبلت لزلا نعو تتكيمكا مس امريكا زغبر سممع زياده قداسنت كلولو امريكا دمانتهم اوروبا ديونتهم كالوت اب مسمع انزل على صلوا كلوا سلازغل نا امريكا تراي مسا ديل مغبار كم حدا قداسنت بغيرم وسيدو ملو توصيتناتو دما كري مالتي اوروبا امغو اوروبا امريكان زلو غابنا غفي خيدالو
كوينو تريفو جن إوروبا أنصار أمريكا دويلهم نست قبريو زل أين قبلونا جايو أي كوني كولوا زخولي مثلا بس نريهم زلنا. Do certain things. Okay, and we have Russia saying that it needs guarantees from Washington that Ukraine would respect a maritime ceasefire. So is there any indication of how this ceasefire will be enforced? I don't see an indication that there's a very systematic or transparent approach to all of this, and that is in part because the preceding announced agreement has been broken already, apparently. So, but يا بعفجا تي زبالزلو تي حتوتات نيراشا كمل الزخل حيل خلو دي مالت ولا ديمقراطية سوقس مزقبرنا تي أب يوكرين زلو منقسي كحلوه مخانو قرانت كب زخل حيل دو علو دو نزبل برقص عو كب زخل قرانت خب زخل حيل وناي تراين علو يزبل زلو هجي نريا لنا تي إيروباك ساكندي ترسع كم زلابتي نيغوسيشنس تريفهم زلو بعفجا نيروباك برا ملسيب زعباتي أمريكا تكبر زلاس كسمو. One of the things that was discussed was plans to target Houthi rebels in Yemen. We had the US Vice President J.D. Vance who weighed in talking about Europeans who would be freeloading essentially. How is this all being received in Europe? Yeah, it was pretty blunt stuff. I don't know if we have the tweets up to show them. J.D. Vance saying, I just hate bailing out the Europeans. And Pete Hegseth, Defense Secretary, saying, I share your loathing for European freeloading. It's, on one level, let's be clear, diplomats, politicians are used to much more explicit. So, كم ريوز لنا تي نيروبا نأمريكا politicians مستر مكلخال VP National Security Advisor زقبر وين نسمى زلنا European government نسمى زلنا. Riddled stuff on their own WhatsApps, even about their own colleagues. So it's not that brutal. But on another level, it really is unvarnished contempt for Europe, and that is really going to hit a nerve. And this again on top of, we already had J.D. Vance, who is emerging as a very influential member of the Trump administration, and not just the normal vice president who sits on the side and does very little. We had him in Munich berating the Europeans and saying that there was no longer any free street speech in Europe. We have Musk, who regularly intervened with Keir Starmer, saying that Keir Starmer had shuttered free speech in Britain as well. At the weekend, we had Steve Witkoff again saying on a podcast in the US that Europe was dysfunctional, and it's this unvarnished. So انتهت من دلها بحبشة بتي زتجبر chat فلوي نجار يكونن مالت political نيتات بدحر مجار الجام سعرختهم دي أبشات ناتو من خالها جردين قاله كداهم نبور نجاري إذن ريوز لناجن درجة تم محضرة أنصار أمريكا تم محضر دونالد ترامب أنصار أمريكا أنصار أوروبا زلوا مرجتسي نبحك زفره وينحك كبيد مخانيز ردهم زلوا مغنياتو نابنا تم قتل بريزنت زبال زلوا مقتل بريزنت كامالا هاريس مقتل بريزنت يعني را دارجا أبا وارد يا ولا بكنديا ترى نيرا ولا حنت زر أسرع حين مرة تديهم لهم جيدي فانس كن a very important team أكن تاسي جهات كم زبلون بريزنت كون كم زغل أب زغل زلوا تربنا سرنا شو من تزجبر مرجع البريزنت نت معناته دونالد ترامب كوادر سلازي كل السوق كوادر كم زبل مرداتاون له بقدي بالحقيقة لما لا إن دونالد ترامب هتصبي غيزة حلفسه لازم تناي دونالد ترامب بيز ملو بملو كفتوه يخلد يتحطه that's why دما لك كاب دونالد ترامب more extreme ناخو نزمة زلوا معناته نت بيز ناي دونالد ترامب نت extreme view سيزفتو لذي دايما يلي position نفسه ناقرا زمة زلوا بريزنت كون كم زغل بوجر ريبابليكانون دارجا مردات له مسك ورادر زغل عندي هجي بزيك نرخلنا هذا ما انتهينا نرزلنا قبل علي دما توم كالوت بوليتيكانيات ناي منستر مكلخال دي قالوا كلاتهم تقابلهم قبل علي اوروبا زلوا مرداتا كفيديو الى ماسك طريقه اب جيرمان بوليتيكا متتتاو قبرنيرو بتدما نعد انجليز برايم مينستر دارجا اب نايتي جبنات ناي اب حدا جبن اذا لك هاي درجه انصارو سفز هنا كامبين جيرنيرو سلازي الى ماسك لو ممكن نمتاج والو تم دارنا ترامب مالتي زيوم سباتياتهم بكل من قدي نتي اوروبا زبال عتيقهم لكم زلو زري زدمان اوروبا سيريس حتى كون كم زغل وين قداي كون كم undisguised contempt dismissal of Europe, which will really hit a nerve, I think, and so far we've had little reaction from European leaders on that, but it's quite a surprise to see quite the level of it, and it's different to Trump. Trump is much more talks about the transactional matters, the free trade, that you're not paying up in NATO. Vance
and some of the others appear to have a much more ideological dislike of Europe, a dismissal of Europe, and a feeling that it's just lost its way, it's too liberal, it's too old, it's to be forgotten about. Because كم تريد اللهم زيد تدحمم ضلوا تسمعهم زلوا دونالد ترامب نتادري هذا اللو مخصبي ابتنقدي يشكونا له ابتقل ملي قبرنا له زبل مردات هاي زلوا زي ترانزاكشن عليو ايروبا وحيت امك خدخل اليوم اتهم كالوت جن بعد جيدي فينس ايديولوجيكال تقام لهم ايروبا ارجيتيو تو ليبراليو بحلون قال مليون استبلا شويو جلوباليست زورويو سلازي بزح نبي ايروبا تبغ زمدنا نخو قبر ويون ايروبا نكغير ملكعو نكغير كما اتهم يماناي كم في بوليتيكا نخمصو امبر كم زلون ايروبا مصيوم سو قبرو اي فاتون يم زلو زغان ايروبايان كم حدا عبي صفعيت كوين خصم معمي خلي قلنا بيكت كي تخلي بحين تبلك انت تقبريو As we actually do have breaking news coming in, where the White House has announced that the U.S. Will start lifting sanctions on Russian agriculture. This is huge, isn't it? Because we also have progress being made reportedly on a ceasefire in the Black Sea, as well as on energy infrastructure in both Ukraine and Russia. This, of course, is being done without the Europeans at the table. Up until now, the Trump team has. بريكنج نيوز متي وسدما امريكا ابتنا حرشات تغير زنبره قداب للرشا كتلعوا له مخانا بتستقبر ززتي اب سعوديه عربيه نتي قدا كتل المخانا حرشا كم ما حرشا استحازنا اندستري رشا ما قداسي بدرجه اب عالم قال كابتن زعبي مع دخعد شطو هغريو ስለዚህ ኣብ ሕርሻ ይኹና ወላ እኽሊ ምፍራይ ገለ በለውን ሰፊሕ ዝኾነ ሓይሊ ዘለዎ ስለዚ ንራሻ ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ድማ ድሮ ኣብ ስዑድያ ዝግበር ወላ ሓንቲ ውፅኢት ኣይነበሮን ተዲል ክብሉ ከለዉ ንኣሜሪካ ግን ውፅኢት ነይርዎ ድሮ ስጉምቲ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ራሽያውን ብወገኖም ስጉምቲ ይገብሩ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ንኤሮጳ ድማ ብፍፁም ከይተዛረቡ ምስ ኤሮጳ ኮንሳልት ከይገበሩ ዝገብርዎ ዘሎ ውሳነ እዚ እዞም ንኤሮጳ ክሳዕ ክንደይ ተናዒቆም ከም ዘለዉ been calling on Europe to do more to ensure its security. Now we have talk of this coalition of the willing, and then the Americans are like, actually, no. Yeah, it's, Europe is really on the back foot. It's impossible to keep up with this. Its own diplomats, its own ambassadors cannot keep up with this. It is hard to fathom any sort of pattern in this administration's behavior on the world stage. They love Russia. We all know that now. Ukraine is to be fobbed off in all likelihood as much as it can be. In terms of where it leaves Europe, the idea was for Europe to say, it's going to take us 10 years. We need to invest. We need to manufacture our own stuff, but we will stand on our own 2 feet. Here's a way where NATO can stay, but we will be a much stronger pillar and the United States can just stay in it. That was actually a plan to present to the Trump administration. Then on Friday, we hear Witkoff saying it's posturing and pose. They don't know what they're doing. The utter dismissal. It also leaves politicians in Europe in a mess. Keir Starmer has invited Donald Trump for a state visit. This is not going to go down well, this sort of comment about pathetic Europeans in Britain. And there is already considerable resistance to the idea of Trump coming. The French are slightly better positioned. The French have had big fights with Washington. بحفشة انتينا نرزلنا تي أمريكا نيروبا جرا تقحفا زلا ويون disrespect تقبرا زلا another level بقى أفكار درجة يوم جرام تقحفوهم زلو كل تي أوروبا زقبرو زغل أخيبات زقبرو زلو ولا حنتو كايو عدل زي وهابا زلو أبتزة السلام زقبر زلو نساتهم أبتزة السلام أولا بوتانك وهابهم security جرانت كانوا دالو نغلينا كم زخ جبر نغلينا أبتي داق مهندس كنساتف نغلينا غملو منين يبلو أمريكا رما حنت سكندون قمت هيبوهم يمزلو مسراشا ترى يودوا له مسراشا نتديل استد اليوم ناقبر ياخذ له امين disrespect رينا هنا بعالم كن كبزي اوروبا زوردا زلو disrespect كن يلا ولا حنت قبركم زي كل ترى مالو ام شور ابتناتهم اوفيسات اولاك هرمكم زو علتهم بوليتيكنيات اوروبا بحركان مالتي there is nothing they can do كاوصاي بعفهم كيزاربوا تتحيزهم تزاربهم ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕዳር ተሪር ዝኾነ መልሲ ክቦም ስጉምቱ ክወስድ ዝኽእል እዩ ስለዚ በቃ ሞት ሕፁይ ኮይኖም ኣብ ውሒጦም ማትም ኣብ ውሽጢ ኣብ በይኖም ኮይኖም ሕርቃኖም ከውፅኡ ይኽእሉ እዮም ደገ ወፂኻ ግን ክትዛረበሉ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ኣይኮነን ስጉምቲ ክወስዱ ክዛረብሉ እውን ኣይክእሉን እዮም ነዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ከመይ ኢግኖር ጌራቶም ኣሎ ኣብቲ ጣውላ ንኸይሳተፉ እዚ ጉዳይ እዚ ንሰኪሪቲ ናይ ኤሮፓ ዝምልከት ጉዳይ እዩ ከኣሜሪካ ንላዕሊ ንኤሮፓ እዩ ዝምልከት እዚ ጉዳይ ግን ንኤሮፓ ጠቕላላ كابتي جيم اوت يومم درجات جيم اوفرز بحال اوروبا ابوليتيكا ناي بحكي بتكبارينا نريو زلنا زحزني دما
before. Remember Iraq, and the French stood their ground, and most people might agree, I think, that history proved them right. The French are more used to this. Yeah, exactly. AUKUS was not too long ago under Biden. Exactly. But no politician, because there is only one presidency in the United States, it's Donald Trump. All politicians, all Europeans have to find a way of dealing with him. There is no other choice. But they will not enter into this fray as far as possible, but take the message that this administration in the US, and possibly the next one if it's J.D. Vance, doesn't have a lot of time for Europe. بعفشا بتي تقام دما حج أب حج كودا زخل ونا يكونن مليسو كقصل زخل مخانو مخنياتو تي نريو زلنا من حتى تي administration درو كل تور حونا هاي قبرنا له ما يبي كل تور هنجير اللغوني like seriously تو كل تور هنجل هنجير الحج كند من تاي قبل على أوروبا نايم تأممان تقام فتيرو لابزن كل تور حتراينا ندرد لنا 4 عامات يزلوا لا بكل تور حتراينا أوروبا أكمل درجة فرهن سقعتنا وريدوا مالو imagine عمودتنا 4 عامات يزقوا دايز أبيك بتسخ الخو دهريون دمت 4 عامات ديمقراطيس دارجا I don't know قالت عمر متيو أنت داي تنسيهم فحبتني أتيهم زلوا ديمقراطيس بالبارتي لذا ريبابليكان more organized ناخوني متلو more دقفنا يمن سياتنا رخبي متلو سلزي بومتر أبز متزلم رجعهم زيادة قوات غليهم سلزي أوروبا تشجرهم إن بأسك خيد عمر إن تمحيش إن تفتحك خيد زغل شجر كم زي بلو من عند رزالنا زغا بقول من قدي مع رخندي أوروبا يمروا له حماق يسمع عمله تحطه تابز زلوا ونخوات زولو زغلو تسقب كبيديو ولا حنت قبل رخاي كلونيهم it's a very very hard situation and again I'm not sure if man تكمل زحتر ما بدأ أكلنا رلنا. Not to say that the U.S. is by any means perfect. The U.S. also has supply chain, procurement, and armament issues, and is not the indispensable nation, to use a popular turn of phrase. Nonetheless, the U.S. is just a much more dominant military power. And in a way, for all the criticism that we're hearing directed at Europe, there is some truth to it, right? The U.S. is a dominant military power and can do things and project power in ways that European states just simply can't. When Hexeth writes, we are the only ones on the planet who can do this, does that contradict in some way what Donald Trump has repeatedly said about the U.S. no longer being the policeman of the world? بعفشا تي حتى تي أمريكا administration زلو زخطلو زلو policy كابنا علم بوليس وتيوم أمنا أمريكا ربحتات رايك ساتفو يدليكم زلوجن بتي منسم كلهاناتهم تبيت بلو دما نحن تراينا نزقو دايزي كم فتحوا نخل بجكانا نزق فتنو زخل عامون يلن تقعناون يلن قبل كلسي تي بوليسي استغير بيمثل. Well, I guess there's a difference between ability, willingness, and the question of should they do it. The United States can do these kinds of operations and can be the policeman of the world, or at least has tried to. Doesn't mean necessarily they should or are willing to. In this case, there's clearly the decision that they were willing to engage in this kind of operation. And then in that case, they then have the ability to do it. So these are slightly separate things. I do think it's really interesting that what came out of the excerpt, and I want to emphasize the excerpt of what we've seen in this exchange, because Jeffrey Goldberg, of course, did not give us the full picture of this back and forth, that there was a very reasonable discussion about policy, pros and cons, the potential domestic political blowback, how the American public would receive it, these kinds of things. And this might be a very low bar, but given what we've seen publicly from the Trump administration about their sort of shoot from the hip, every day seems to be something different, very unpredictable, it's at least maybe somewhat reassuring, maybe that's too strong of a word, but reassuring to see U.S. officials are engaged in policy questions and debating. بعفشا تي نا أوروبا حتى كبيت حتى كوانتو غني تي ولا وين تتزري بزلو كنا متاي أب سمعت أتي خاطريو تخلن كحرقة كاز خلن تغني تحطه جن جيجا زلو ونا يكونن أمريكا حيال مخالن دليت على وادي بلاند عمبر حيلان قد كم ويقول نجارات بحيلك تفتحهم كتفتن نبورين أمريكا سلزي نيروبا دم عقمية بلوم مبالهم أب حبوا إشاتهم كميلهم حسود هيكونه ولا استجانوا هيكونه تكونوا نتيهم جليسهم جن استيد أوروبا أتبوكس ماما. In intelligence and covert operations at Swansea University, and we welcome you again to DW, sir. Do you have an idea how a journalist could have been mistakenly added to such a chat? I mean, it is not unthinkable that in Washington, people in positions of power would use signal. And there's even Goldberg has made the same point that he was somewhat surprised of having the national security advisor adding him to a chat, but it was not entirely unthinkable, although even at the start of the whole ordeal, Goldberg thought that it might have been a scam, which it turned out not to be.
make something clear to us. You say that it's not unthinkable, but why are messaging apps like Signal not suited to discuss classified information? I mean, they are messaging apps. They are encrypted and they're also open source, so there is a certain degree of security. But we see. عفشا بخمي من قدي أقات يمزبل زربا عبد دراما فطير زولن دي أبا أمريكا كم تري وزلهم أبتي كونغرس وين بسفح تزريبي. This obligation because I think it obviously is a very significant one in terms of American national security. Thank you, Senator. As you know, the Office of the Director of National Intelligence provides oversight over these different 18 intelligence elements. Leaders within those elements are empowered with that responsibility to uphold the trust that the American people have placed in them. In this example that you cited, both Secretary Hegseth as well as President Trump completely Now, France 24's Fraser Jackson was listening to that testimony. Republicans are going forward as though it's business. عفشا تي أمريكان تيوم على فيتنا تي intelligence community تبهال أمتي مع واحد تيوم بزح كركر زفترة كنا داينيرو وشتاق داينا أمريكايو of course إيروب أجن وينا بلغدي فومالو أجدا سمع رافينا ناتوزلنا كلنا قرنا رانا أجدا سنتو نسألوانا توكن فلتك أجزانايو على مناكس عكن يتغير كم زلادما تاريخنا تقبر خلو نريو لنا ريبورت نقبرنا لنا I hope قلنا نقر هسكم لغت كونو تسفا قبر لايك مقبار سبورت مقبار تقف محابنا يوترو حتى هنايو نايلو مارساب زغن ودينا بكالك سام الرهب تتصبغو تشاو